تشطيب لون شفاف بني مع لون بودرة بلجيكي دهبي. ومراحل التشطيب بالتبتين ده اللي هنتعرف عليه. أول خطوة اللي احنا هنطلق اللون دي يا جماعة بني دوكو. البني الدوكو ده اللي احنا هنشتغل بيه. الكيلو البني الدوكو بياخد ربع كيلو ورنيش شفاف اللي هو ورنيش النيتروسلولوز، وبياخد الكيلو الدوكو مع الربع كيلو الورنيش بياخدهم 4 كيلو تنر. وبتقلب كده اللون بتاعك بتشوفه على ايدك قبل ما بتجربه على الشغل. بتشوفه زي ما انت شايف كده اللون ولا خفيف ولا تقيل. بتخش في الرش زي ما انت شايف كده. اول مرحله بنبدا بيها يا جماعه ده يا جماعه الشغل. لو انت حابب تتابع مراحل التاسيس ده كان موضوع الفيديو السابق. بنكمل الفيديو السابق بقى اول مرحله بالتشطيب اللي هي مرحله رش اللون. اول خطوه بنبدا بقى في رش اللون اللي انت بتقفل الهواء بتاع المسدس وبتبتدي في مرحله التحريق. ليه مرحله التحريق؟ عشان لو فتحت اللون وابتديت ان انت تسيح مره واحده الحاجات اللي جنب الحليات او اللي جنب المفاحير او القيمه، مش اللون مش هيخش فيها، فانت بتقفل اللون. والميزه في التحريق دي يا جماعه ان انت تعمله تعمله متضلل كده او مسحب، ما يبقاش لاطع منك في الشغل. زي ما انت شايف كده بعد ما بتخلص مرحله التحريق بتبتدي ان انت بتفتح الهواء وبتطلع بترفع ايدك شويه وبتطلع تغبر مش بتجيب الدرجه النهائيه بتاعتك. ويفضل يا جماعه ان انت اللون ده يا جماعه طالما يتشطب دوكو او بودره او اي الوان تانية اللي هي دوكو زي البودره اللي احنا هنشطب بيها، ما ينفعش ان انت ترش لون بصبغه عشان تتجنب طفح الالوان. انت بتطلع تغبر وش في وش لحد ما بيوصل زي ما انت شايف كده. دي يا جماعه اللون مش 100%. انت بعد كده بتوقف الشغل بتاعك جنب بعض وبتبتدي في مرحله التتبيع. الغرض من المرحله دي ان انت بتتبع اللون بتاعك على الشغل، يعني بتخوي الشغل بتاعك. بعد كده بعد ما بتنتهي من المرحلة دي بتبتدي ان انت بتثبت الشغل بتاعك بالورنيش المط. الورنيش المط او الورنيش النترو اللامع الشفاف. المهم ان انت بتثبت بمادة شفافة، ويفضل ان انت تثبت بمط. بعد كده بتبدأ في مرحلة مرحلة البطانة. مرحلة البطانة دي يا جماعة انا هشطب لون البودرة الذهبي. بتبقى لون لون صفر فاتح، فانا ببطن بطانة ببطن بطانة اصفر زي ما انت شايف كده. لما هطلع رش البودرة هتكسي هتكسي على لون البطانة، عكس لما تبقى مبطن الشغل بتاعك ابيض او مبطنه فيلر هيمص المواد بتاعة التشطيب والبودرة مش هتكسي معاك مش هتكسي معاك بسرعة. البطانة الصفرا دي يا جماعة الميزة فيها ان انت بتطلع ترشها البودرة بتكسي عليها على طول وبتعمل لحمية وبتعمل لحمية وطبقة على الشغل زي ما انت شايف كده. بعد ما بتخلص زي ما انت شايف كده جاهز لمرحلة البودرة. بتجيب البودرة بتحلها زي ما عملناها في الفيديو اللي كان بيتكلم عن طريقة تخفيف البودرة وطريقة رشها. بتحل بنفس الطريقة كده، انا مش حابب اطول عليك. البودرة يا جماعة دي بودرة بلجيكي بنضيف عليها اللي هو الورنيش النترو اللامع اللي هو الورنيش اللقر الشفاف. وبتبتدي ان انت بتخف بالتنر. بس اهم حاجة في البودرة دي ان انت بتطلع تغبر وش في وش كده عشان الشغل بتاعك ما يصديش والبودرة بتاعتك تفضل زي ما هي. دي يا جماعة الشغل بعد ما خلص بودرة دي كده مش الشغل كده مش شطبش. انت بتثبت البودرة دي بتثبتها بالورنيش اللقر او الورنيش النيتروسلولوز اللي هو ورنيش الدوكو الفاتح اللي هو الورنيش الدوكو الشفاف عشان البودرة بتاعتك ما تصديش. بعد ما بتثبت بتبقى جاهزة لمرحلة البتينة زي ما انت شايف كده. بتبتدي بقى ان انت بتفك بتفك الورق من على الشغل عشان لما نيجي نبتن يبقى الشغل بتاعنا حوالين القيمة متبتن. بتطلع تفرد البتينة بتاعتك زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي بيتكلم عن البتينة. الفيديو يا جماعة في طريقة عمل البتينة وطريقة تخفيفها. دي انابيب بتينة يا جماعة باللون اللي انت بتحتاجه وبتخفها بالزيت اللي هو زيت المفتاحين. وبتبتدي ان انت بتفردها زي ما انت شايف كده بالفرشة. وبعد ما بتفردها بالفرشة بتبتدي ان انت بتشف بقطعة الفايبر وبتطلع تنعم الشغل بتاعك بالفرشة. الغرض من التنعيم ان انت بتخوي الشغل بتاعك وبترجع بحطة بطانة كده وبتنور الشغل بتاعك عشان ما يبقاش كله ما يبقاش كله مية واحدة. وبتنظف القشر اللي انت منتش هتحتاج عليها بتينة. بتبتدي ان انت بتمسح بقطعة قماش كده يعني بتنظف الشغل بتاعك. وبتبتدي ان انت بتجيب الفايبر تاني حطة قطعة فايبر نظيفة وبتطلع
بتفايبر الشغل كده، الغرض ان انت بتسحب الشغل بتاعك يبقى باين ان هو متضلل كده، يبقى فيه فاتح وغامق، ما يبقاش كله ميه واحده. وبعد كده بتطلع تنور بقى لو عاوز تنور العالي، لو عاوز تعمل مساحات في الشغل، فبتبقى زي ما انت شايف كده. ودي يا جماعه القلب ده او القعده دي مساحات كبيره انت بتملاها زي ما اتكلمنا، وبتطلع تنعم بفرشه اللي هي فرشه التنعيم. الغرض من التنعيم دي يا جماعه ان انت بتوحد الباتينه بتاعتك على الشغل، وبتجيب الفايبر وبتبتدي ان انت بتشف بقطعه الفايبر كده لحد لما توصل للون اللي انت محتاجه. بس في نفس الوقت انت ما تسيبش البودره بتاعتك الباتينه كتير عليها، عشان علشان ما تصديش. يعني يعني بتوسطن درجه اللون بتاعتك كده تبقى متدخنه او متعتقه على الشغل، فبيوصل زي ما انت شايف كده. كده الشغل بتاعك جاهز لمرحلة التثبيت. بتطلع تثبت بالورنيش النترو الورنيش النترو اللامع اللي هو الورنيش اللكر النترو سلولوز، وبتطلع تغبر وش في وش، ما بترميش ما بترميش على الشغل بتاعك مرة واحدة على الباتينة هتشف وهتهرب منها على الشغل واللون بتاعها هيغير. فانت بتبتدي ان انت بتغبر وش في وش كده، انت خلصت من مرحلة التثبيت. ودي يا جماعة مرحلة التشطيب. انا بشطب القلب بتاع الشغل مع الوش، واحنا هنعمل لكم فيديو مخصص عن الورنيش ازاي تحافظ على البودرة عشان ما تطوش ولا تصد منك. ده هيبقى موضوع الفيديو القادم. بس يا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك، ولو اي حد عنده اي استفسار حابب يضيف تعليق انا هرد عليك في التعليقات ان شاء الله. ودي يا جماعة مرحلة الورنيش بعد ما بتخلص بتبقى زي ما انت شايف كده. اللي حابب يتابع القناة يتعرف على طريقة تأسيس او تشطيب الاسطر او الدوكو، يتفضل يفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا.